مرحبا أصدقائي، كيفكن؟ اليوم بدنا نحكي عن ملخص الحلقة 73 من مسلسل سلمى. أتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك حتى نستمر معكم بكل جديد. تبدأ أحداث الحلقة لما بيكونوا سلمى والولاد عم يبكوا. بتقولن سلمى: حق علي، لازم كون خبرتكم من زمان. تعالوا لهون. بتكفي وبتقولن: كنتوا صغار وأنا قلت لكم بابا راح، بس عم يشوفنا وهو قريب منه. بس بابا ما رح يرجع، بس رح نضل نحبه. هون بقلها شادي: بس أنا عن جد شفته لبابا. وبيرجع الغرفة زعلان. جولي بتكون فهماني القصد، بتقلها لأما أنا كبيرة. بتفوت لجوا ورا أخوها. غادي وجولي بفيقوا الصبح وبيجهزوا حالهم للمدرسة، بالوقت يلي سلمى بتكون لساتها نايمة. شادي هون بيقول لأخته: أنا شفت بابا وقلت له بابا وهو يطلع فيني وضحك لي وسلم علي. هون بتفيق سلمى على صوت الباب عم يندق. ولا بتلاقي عادل، بتقول له: أنا هلا فقط لسه ما جهزت الولاد. عادل بيستغرب إنه سلمى ما إلها بالعادة تساوي هيك شيء. هون بيجي شادي وجولي بيقولوا: عمو عادل نحن جاهزين وفطرنا كمان. قل لهم سلمى: ليش ما فيقتوني؟ الولاد بيكون ردهم بارد هون، دليل انه زعلانين من امهم. عادل بيفهم هذا الشيء، بيقول لها: انا راح اوديهم على المدرسة. هو اذا بتروح لعند نديم على المشفى، بتقول له: حكيت انا وسلمى، قالت لي لازم تيجي معنا على البيت. بيقول لها: مستحيل، سلمى ما فيها بلايا وعندنا شغل كتير. هو اذا بتقول له: موضوع الشغل عندي، انا اخذت اجازة من شغلي لدير بالي عليك وعلى سلمى، وراح ساعدها لسلمى بالطلبي. نادين بيوافق بشرط ان تدير بالها على سلمى دائما. هون هو اذا بتوافق. بتطلع هويدا من الغرفة وبتشوف ميرنا وبتطمنها على أبوها. بتقلها على الاتفاق اللي صار بينه وبين نديم. هون ميرنا بتعصب: كيف بدك تلحقي على بابا وعلى سلمى؟ بتقلها هويدا: ما تاكلي هم، انت روحي هلق على البيت وانا رح روح لعند سلمى كرمال شرط ابوكي. هون ميرنا بتجن وبتخيرها بينها وبين سلمى. هون هويدا ما بترد عليها. فبتروح ميرنا على الحمامات وبتصير تعيط وتدعي على سلمى بالموت. شو المفاجأة؟ إن الدكتورة وفاء بتكون موجودة وسامعتها. بتطلع بتقلها: شو هالصباح الرايق؟ تحمل حالها تطلع لبرا. بالمشهد الثاني بتكون سلمى وهيفا وديما عم يشتغلوا، وعم يبهدلوا بسلمى انه ليش عم تشتغلوا للصبح. بتقول لهم سلمى: انا بس بدي نلحق الشغل. بتقول لها ديما: إيه، بدل ما نشتغل بالخياطة بنصير نشتغل فيك اذا ما بتديري بالك على حالك. يلا فوتي وارتاحي. بتقول لها سلمى: بس ما بدي فوت ارتاح. بتقوم ديما وبمشهد بيضحك بتمسك الشحاطة وبتصير تضرب فيها على الأرض. بتقول لها: ما تخليني أشوفك وجه التاني وساوي فيكي مثل ما بساوي بولادي بس يعذبوني. هون هيفا بتمسك سلمى وبتفوتها لجوا. هون بيندق الباب. بتروح هيفا بتفتح. تطلع هويدا. بتفوت لجوا بيسلموا على بعض. بيسألوها: كيفو عمو نديم؟ بتقول لهم: الحمد لله، بعتني لحتى ساعدكم. هون هيفا بتقلها: خلينا نكسر هالجليد اللي بيناتنا وخليني بوسيك. وبتبوسها. بتقلها هويدا: ابدا ما في جليد بيناتنا. بترد لها هيفا انه قل بلكي تزعلاني بعد ما دقيناها لبنتك مرنا قتلي، خلص سامحينا وعاملينا مثل بناتك. هون هويدا بتسأل عن سلمى. بيقولوا لها: والله يا خالته ما أنا عم تنتبه على صحتها، كل الليل عم تشتغل، خليناها تفوت تنام. بمشهد تاني بيكون نديم قاعد وعم ياكل، وقت اللي بيرم موبايله ولا بتكون هويدا. بتقول له: مبروك نحن خلصنا طلبية القمصان. فبيفرح كتير وبيقول له: أماني سلمي لي على بناتي. والميرنا بتسمعه وبتنزعج. بيقوم بيعصب عليها وبيسكتها. هويدا بتكون رايحة لتجيب أغراض. ونايفة بتقول لها: أماني خليني أروح معك، بلكي هيك نقرب من بعضنا أكتر. فبتقول لها هويدا: طبعا تنزلي معي، بس بعد ما تغيري ثيابك. وبس نزلوا بيشوفوا عادل وبيسألوه عن مالك لأنه خلصوا الطلبية. بيقول لهم: والله مبارك إجا الأمن وأخذوا. هو بينزعجوا بيقولوا إنه خرب بيتنا، شو بدنا نعمل بهالقمصان. هويدا بتنبه على عادل وهيفا إنه ما بدنا حدا يعرف بالقصة. بتقول له لعادل: بتروح لعند سلمى تاخذ القمصان على أساس أخذهم مالك، وبتخفيهم للقمصان. وبتقول لسلمى: أنا أعطيت المصاري لأمي. وبتروح هي وهيفا بيروحوا على البيت. بالمشهد الثاني جلال بيكون قاعد ومزعوج لأنه أمه مختفية وما عم يقدر يلاقيها. هون بتيجي سالي بتقعد جنبه بتحط راسها على كتفه. بيقوم بيعتذر لأنه زعلها. بهي اللحظة بيمرق على سلمى شريط ذكريات لورا، وقت بتكون نازلة هي وجلال من القارب بعد ما انقذته. بتشوف حبيبها ابن المافيا. هون بيمسكها وبصير يبهدلها. وهي بتقول له: أنا ما بعرفه للشب، لقيته بنص البحر. هو ما بيصدقها وبصير يضربها. وبيمسك المسدس حتى يقوسها. هون جلال بيركض عليه وبيضربه، بقوسه وبيقتله. جلال بيكون عم يهرب بس هون زلمة ماهر بقوسه. باللحظة اللي بيجي فيها زلمة رياض بيك وبيشوف العالم بالأرض، بيحاول ياخد سالي وبيفهم منها شو صاير. هون بتطلب سالي إنه ياخدوا جلال على المشفى. زلمة رياض بيرفض وبيقول لها: ما بتعرفي هذا مين قتل ابن زعيم المافيا. بعدين هي بتقول له إنه أنا ما رح أترك الشخص اللي أنقذ حياتي. المشهد الأخير بيكونوا عم يحطوا أكل، بيكون ابن الدكتور وفاء موجود. بتسأل سلمى عادل وبتقول له: هلا مالك طلب منك شي قمصان جداد؟ هون عادل بيتلبك وما بيعرف شو يجاوب، بس هويدا فورا بتجاوب. بتقول له: ايه، طلب منا 200 قميص. عادل خبرني بس انا نسيت. بهاللحظة بيندق الباب ولا الدكتورة وفاء بتكون جاي. بتقول لها سلمى: فوتي، بس هي بتعتذر بتكون عندها شغل وجاي بس تاخذ ابنها. بتقوم سلمى بتقول لها: عاملين فطاير هلا حطينا هون. بهاللحظة بتيجي هويدا بتأصر عليها الدكتورة مشان تفوت.
هون الدكتورة بتقول بس بدي أنزل صف سيارتي وأرجع، وهي نازلة بتقول اليوم في حدا سأل عنكن عن عمو نديم واسمه جلال. هون الكل بينصدم باللحظة اللي وفاء بتتذكر إنه هذا الاسم اسم زوج سلمى، وهون بتخلص أحداث الحلقة. أصدقائي تكون عجبتكم هذه الحلقة ولأنه كان فيها أحداث مشوقة، وانطر توقعاتكم بالحلقات الجديدة. أتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك مشان نستمر بتقديم الحلقات بشكل يومي.